بيقولوا إن التاريخ بيكتبه المنتصر، بس الحقيقة إن التاريخ محفور في الحجر، لا بتمحيه دموع ولا بتزوره حكايات. إحنا عايشين النهاردة في غرور تكنولوجي ملوش أول من آخر، فاكرين إننا وصلنا لسقف العلم بمجرد إننا مسكنا موبايلات تاتش وركبنا عربيات بتمشي بالكهرباء. بس هتعمل إيه لو كانت الحقيقة صدمة عقلك ما يعرفش يستوعبها؟ هتعمل إيه لو اكتشفت إن كل اللي بنوصله النهاردة ده هو مجرد فتافيت من حضارة سبقتنا بآلاف السنين؟ حضارة ما كانتش تعرف كلمة مستحيل، وما كانش العلم بالنسبة لها نظريات في كتب، لأ، ده كان قوة كونية بيطوعوا بيها الصخر وبيسخروا بيها السماء. أهلا بيك في كريبتون. النهاردة إحنا مش بنحكي قصص، إحنا بننبش في قبور الأسرار اللي كان في ناس عاوزاها تفضل مدفونة للأبد. ليه علماء الآثار التقليديين بيترعشوا لما بيقفوا قدام فتحة في حتة جرانيت صناعتنا الحديثة بكل أجهزتها ما تعرفش تنفذها بالدقة دي؟ وليه العبقري المظلوم نيكولا تسلا كان بيقضي لياليه يذاكر مقاسات الهرم الأكبر بدل ما يقعد في معمله؟ هل كان بيدور على مقبرة لملك، ولا كان بيدور على مفاتيح الطاقة اللاسلكية اللي نورت العالم القديم؟ في رحلتنا النهاردة إحنا هنكسر قيود الزمن، هناخدك من سراديب دندرة الضلمة اللي فيها نقوش لمحركات ولمبات كهرباء لمعبد أبو دوس اللي فيه طيارات وغواصات محفورة في الصخر قبل ما الإنسان يخترع العجلة أصلاً. هنتكلم عن النانو تكنولوجي الفرعوني، وعن كيمياء التحنيط اللي بتتحدى الموت، وعن الرابط الغامض بين الأهرامات ونجوم السماء وترددات الأرض. إحنا داخلين على مواجهة مع حقيقة ممكن تخلي كتب التاريخ اللي أطفالنا بيذاكروها مجرد قصص خيال ساذجة. هل كانت الحضارة المصرية القديمة حضارة بدائية قامت على الصخرة وشواكيش النحاس، ولا كانت إمبراطورية تكنولوجية عظمى والبشرية ضيعت منها كتالوج التشغيل في حادثة غامضة؟ وإيه هو رأي الدين في القوة الجبارة دي اللي الآيات وصفتها بأنها لم يخلق مثلها في البلاد؟ استعدوا أيها المغامرون، عشان إحنا داخلين منطقة محرمة من المعرفة، منطقة ما بتصدقش بالمنطق التقليدي، بس بتصدق بالدليل اللي بيصرخ من تحت الرمل. اربطوا أحزمة الوعي وجهزوا نفسكم لرحلة طويلة في أعماق العبقرية المفقودة، لأن الحقيقة دايماً أغرب من أي خيال. لما بنقف قدام الهرم الأكبر، إحنا مش واقفين قدام مجرد مبنى ضخم وخلاص، إحنا واقفين قدام لغز فيزيائي ملوش حل. الرواية الرسمية بتقول إنه مقبرة للملك خوفو. طيب بالعقل كده، ليه ملقوش جثة واحدة؟ ليه مفيش نقوش ولا طقوس موت جوه الهرم ده بالذات، في حين إن باقي المقابر مليانة رسومات؟ الإجابة ببساطة إن الهرم ما كانش معمول عشان يدفنوا فيه حد، الهرم ده كان محطة توليد طاقة. واحد، الحقيقة الأولى ببساطة هي هندسة المواد، وهي الكوارتز والجرانيت اللي كانت بتسمى المولد الصامت. وأي مهندس كهرباء النهاردة عارف إن عشان تولد طاقة محتاج موصلات وعوازل. الفراعنة عملوا كده بالملي وبدقة تخوف. الهرم الأكبر مبني بهندسة مواد مرعبة. الجسم الداخلي للهرم والممرات وغرف الملك والملكة كلهم معمولين من الجرانيت الوردي اللي جاي من أسوان. تفتكر ليه القدماء تعبوا نفسهم ونقلوا حجارة بوزن 80 طن للمسافة دي كلها اللي بتوصل ل 800 كيلومتر؟ الإجابة ببساطة عشان الجرانيت ده مش حجر عادي، ده مليان ببلورات الكوارتز. وفي الفيزياء في ظاهرة اسمها بايزو إلكتريسيتي أو الكهرباء الانضغاطية. معناها إن الكوارتز ده لما بتضغط عليه أو بتهزه بيطلع شحنة كهربائية. فالهرم بوزنه المهول اللي بيوصل ل6 مليون طن بيضغط على البلورات دي، ومع اهتزازات الأرض الطبيعية الهرم بيتحول لمولد طاقة شغال 24 ساعة ما بيفصلش.
طب إيه هي وظيفة الكساء الخارجي العازل الجبار؟ زمان الهرم كان متغطي بطبقة من الحجر الجيري الأبيض الناعم جدا، كان بيخلي الهرم يلمع زي الألماظ تحت الشمس. الحجر ده ما كانش للزينة وبس، ده كان حجر خالي من المعادن، يعني بالفيزياء مادة عازلة إنسوليتر ممتازة. الهرم يولد الكهرباء جوه، والحجر الأبيض يمنعها تتسرب بره، بالظبط زي سلك الكهرباء اللي متغطي بلاستيك النهاردة. طب والهيدروجين وقود الحضارة كان هي دوره؟ الباحث كريستوفر دان لقى آثار لمواد كيميائية في قنوات الهرم هي حمض هيدروكلوريك وكلوريد زنك. التفاعل بين الحاجات دي بيطلع غاز الهيدروجين. الهيدروجين ده كان بيملى ممرات الهرم، وبسبب الاهتزازات اللي جاية من حركة المية الجوفية تحت الهرم كان بيحصل تحفيز لذرات الهيدروجين وتطلع طاقة. احنا بنتكلم عن مفاعل كيميائي وفيزيائي متكامل يا جماعة. وهنا بنوصل لنقطة التماس مع نيكولا تسلا. تسلا في مشروعه واردن كليف كان عاوز ينقل الكهرباء لاسلكيا في الهواء، لكن ده ما كانش هيبقى الاختراع الثوري، لأن الفراعنة عملوا ده قبله بآلاف السنين. القمة بتاعة الهرم كانت متغطية بكتلة من الذهب كابستون، والذهب هو أحسن موصل للكهرباء. الهرم كان بيبث الطاقة اللاسلكية في الغلاف الهوائي، ومن هناك أي حد معاه مستقبل بسيط كان ممكن يسحب الكهرباء من الهواء مجاناً. تخيل معايا حجم الصدمة. العالم القديم ما كانش ضلمة، ده كان شغال بطاقة نظيفة ولاسلكية ومجانية. هو ده السر اللي خلى تسلا يذاكر مقاسات الهرم، لأنه عرف إن القدماء فهموا رنين الأرض واستخدموه صح. الهرم الأكبر هو البطارية اللي كانت بتشحن حضارة كاملة. بس لو كان الهرم هو المولد، فين بقى الأجهزة اللي كانت بتشتغل بالطاقة دي؟ وإزاي القدماء استخدموا القوة دي في الحفر والقطع وتشكيل أصعب المعادن كأنها حتة عجينة لينة؟ استعدوا، الفصل الجاي هيكشف لكم عن الآلات اللي سبقت الليزر بآلاف السنين. دلوقتي احنا عرفنا ان الهرم كان المولد او البطارية. السؤال اللي بيفرض نفسه، الطاقة دي كانت بتشغل ايه؟ تعالوا نبص على الصخر، بس مش اي صخر، احنا بنتكلم عن الجرانيت والديوريت. للي ما يعرفش، الأحجار دي صلابتها قريبة جدا من الألماظ، يعني عشان تقطع فيها النهاردة محتاج مناشير ديسك متغطية بفصوص ألماظ وتبريد مية وقصة كبيرة. طب الرواية التقليدية بتقول إيه؟ بتقول إن العامل المصري القديم كان بيمسك شاكوش حجري أو منشار نحاس ويقعد يحك في الجرانيت سنين عشان يطلع لنا التابوت ده. يا جماعة، الكلام ده ما يدخلش ذمة مهندس لسه متخرج. النحاس مادة لينة، لو جيت تقطع بيها جرانيت، النحاس هو اللي هيتبري والجرانيت هيضحك عليك. طب لغز الثقوب الحلزونية. بصوا معايا على الثقوب اللي موجودة في هضبة الجيزة وفي منطقة أبو صير. دي ثقوب شنيور عملاقة في قلب الجرانيت. لما العلماء فحصوا الثقوب دي بالميكروسكوب لقوا حاجة تخلي الواحد شعره يقف. لقوا إن المنشار أو الريشة اللي كانت بتحفر كانت بتنزل في الحجر بسرعة مرعبة. عشان أوضح لك، معدل الاختراق أو الفيد ريت للمنشار الفرعوني كان أسرع من أحدث شنيور عندنا النهاردة ب500 مرة. ده معناه إنهم ما كانوش بيحكوا الحجر، دول كانوا بياكلوه كأنه رز بلبن. العلم الحديث ملوش غير تفسير واحد للموضوع ده: ألتراسونيك ماشينينج، أو القطع بالموجات فوق الصوتية. يعني كان عندهم أجهزة بتهز المنشار آلاف الثواني في الثانية، فبتخلي الحجر ينهار قدامها كأنه بودرة. طب التوابيت اللي بالمسطرة، لو رحت السرابيوم في سقارة هتلاقي توابيت جرانيت وزن الواحد منها بيوصل ل100 طن. التابوت ده منحوت من جوه ومن بره بزوايا قائمة 90 درجة بالملي. لما المهندسين حطوا عليها أجهزة قياس الليزر لقوا إن نسبة الخطأ 0. انت عارف يعني ايه تعمل زاوية قائمة في حجر صلب بالدقة دي ومن غير غلطة واحدة؟ ده محتاج مكن CNC متبرمج بالكمبيوتر، مش ايد عامل ماسك أزميل وبيدق.
طب والمسلة الناقصة وسر الجاذبية؟ تعالوا نروح أسوان ونشوف المسلة الناقصة. مسلة طولها 12 متر ووزنها 1200 طن. دي لو كانت كملت واترفعت كانت هتبقى أتقل حاجة شالها البشر في التاريخ. السؤال هنا مش بس إزاي قطعوها، السؤال هو كانوا ناويين يشيلوها إزاي؟ إحنا النهاردة لو حبينا نشيل 1200 طن محتاجين أسطول من الأوناش العملاقة وتخطيط هندسي ياخد شهور. في نظريات بتقول إن القدماء عرفوا سر إلغاء الجاذبية أو أنتي جرافيتي عن طريق الرنين الصوتي، يعني كانوا بيسلطوا ترددات معينة على الحجر فبيخلوا ذراته تهتز لدرجة إنه بيبقى خفيف وممكن يتحرك باللمس. هل ده هو السحر اللي الكتب اتكلمت عنه ولا ده هو العلم اللي احنا لسه بنحاول نفهمه؟ بس لو كانوا بيقطعوا ويحفروا بالأجهزة دي وسط الضلمة في المقابر والسراديب كانوا بيشوفوا إيه؟ هل فعلا استخدموا مرايات بتعكس ضوء الشمس ولا في سر تاني متعلق بلمبات ما بتطفيش ونور ملوش مصدر نار؟ استعدوا للفصل الثالث، أسرار الإضاءة الباردة. وصلنا دلوقتي لأكتر فصل بيعمل جدل في تاريخ الآثار، مصباح دندرة. العلماء التقليديين بيقولوا إن الرسمة دي لزهرة لوتس طالع منها ريحة حلوة والناس فرحانة بيها. بس يا صديقي لو بصيت بعين المهندس مش هتشوف وردة خالص. انت قدامك جسم زجاجي كبير جواه تعبان متموج، وده في الفيزياء بيمثل التفريغ الكهربائي، وواصل بكابل أو سلك سميك، والسلك ده داخل في جهاز شبه الترانس أو العازل الكهربائي. طب ليه مفيش هباب نار؟ أقوى دليل على إن الفراعنة كان عندهم كهرباء مش بس النقش ده، لا، الدليل هو نظافة السقف. أي حد فينا لو ولع شمعة في أوضة ضيقة السقف بيسود من الدخان اللي هو السناج. طيب إزاي المقابر اللي تحت الأرض بمئات الأمتار والمنحوتة بالملي وملونة بألوان زاهية ملقوش فيها فتفوتة هباب نار واحدة؟ التفسير الوحيد إنهم ما كانوش بيستخدموا مشاعن ولا زيت، كانوا بيستخدموا إضاءة باردة، لمبات بتنور من غير نار ومن غير دخان. الطاقة اللاسلكية اللي طالعة من الهرم كانت بتشحن اللمبات دي في كل مكان. طب خد عندك دي، المحركات والتروس. ومش بس اللمبات، في المتحف المصري في قطعة اسمها شكيست ديسك أو قرص سابو، قطعة غريبة معمولة من حجر صلب جدا وشكلها يشبه المروحة أو التوربينة بتاعة المحركات الحديثة. علماء الآثار قالوا ده طبق فاكهة. يا راجل، طبق فاكهة بالشكل الهندسي المعقد ده؟ القطعة دي لو حطيتها في مكنة النهاردة هتشتغل كريشة محرك بتوزع السوائل أو الهواء بكفاءة عالية. ده معناه إنهم كانوا عارفين تكنولوجيا المحركات والميكانيكا. طب ومعجزة الطيران في مصر القديمة؟ ولو لسه مستغرب، جص على طائر سقارة، نموذج خشبي لقوه في مقبرة، انسيابيته مطابقة لأحدث الطيارات الشراعية. لما المهندسين بنوا نموذج مكبر منه وجربوه لقوا إنه بيطير فعلا. والأنيل من كده، في معبد أبو ديس في نقش واضح وصريح لهليكوبتر وطيارة حربية وحتى حاجة شبه الغواصة. هل دي صدفة في النحت ولا الفراعنة شافوا الأجهزة دي فعلا؟ وإذا كانوا شافوها، مين اللي كان راكبها؟ الكهرباء والنور والمحركات كانت مجرد البداية. في علم تاني الفراعنة وصلوا فيه لمرحلة الإعجاز، علم لسه احنا بنحاول نفهم أوله، علم المادة أو زي ما بنسميه النهاردة النانو تكنولوجي. عشان كده أوعدك إن الفصل الرابع اللي جاي هيفجر مفاجآت تانية. ودلوقتي بقى سيبك من الحجارة والمناشير وتعالى نتكلم في علم المادة. انت عارف ان في لون في مصر القديمة مالوش مثيل في العالم كله؟ الأزرق المصري. اللون ده مش مجرد صبغة طبيعية، ده أول مادة صناعية في تاريخ البشرية. لما العلماء النهاردة حللوا الصبغة دي بأجهزة النانو لقوا مفاجأة مرعبة.
الفراعنة كانوا بيفتتوا المادة لجزيئات نانوية نانو بارتيكلز. الجزيئات دي هي اللي بتخلي اللون ما يتأثرش لا بالشمس ولا بالرطوبة ولا بالزمن. احنا النهاردة بنستخدم التكنولوجيا دي في صناعة شاشات الموبايل والطب الحديث، وهم كانوا بيدهنوا بيها الحيطان من 5000 سنة. طب وكيمياء التحنيط والنانو؟ ومش بس الألوان، سر التحنيط نفسه احنا لسه لحد النهاردة مش عارفين نوصل لنفس النتيجة. الفراعنة كانوا بيستخدموا خلطات كيميائية معقدة جدا، مش بس عشان يحفظوا الجسم من بره، لا، دول كانوا بيحفظوا الخلايا والDNA. في نظريات بتقول إنهم استخدموا جزيئات الذهب والفضة النانوية عشان يقتلوا البكتيريا ويمنعوا التحلل للأبد. يعني النانو تكنولوجي ما كانش بالنسبة لهم رفاهية، ده كان علم يومي بيستخدموه في كل حاجة. طب والزجاج اللي بيغير لونه؟ عارف كأس ليسورغوس؟ ده كأس روماني، بس الأبحاث بتقول إن التقنية بتاعته أصلها مصري. الكأس ده لونه بيتغير من الأخضر للأحمر حسب زاوية الضوء. طب تفتكر ليه؟ لأن في جزيئات ذهب وفضة نانوية جوه الزجاج. إزاي إنسان بدائي يوصل للدقة دي في التعامل مع جزيئات المادة اللي ما بتتشافش بالعين المجردة؟ ده معناه إن معاملهم كانت متطورة لدرجة إحنا لسه بنحلم نوصل لها. واللي يقدر يفكك المادة لجزيئات نانوية أكيد يقدر يفكك جسم الإنسان ويعالجه. بس إيه اللي لقوه المهندسين في معبد كومومبو وخلاهم يهرشوا في دماغهم؟ استعدوا للفصل الخامس عشان إحنا داخلين على مشارط الفضاء وعمليات جراحة المخ. لو فاكر إن الطب بدأ مع إيبوقراط اليوناني، فأنت محتاج تراجع نفسك. في معبد كومومبو في جدارية كاملة مرسوم عليها شنطة جراحة كاملة، مشارط، مقصات، ملاقط، وحتى أدوات لتوسيع الشرايين وكبيرة للعظم. الأدوات دي لو شلتها وحطتها في أوضة عمليات النهاردة، مفيش دكتور هيقولك دي قديمة. حتى عمليات التربنة أو جراحة المخ، فاحنا لقينا مومياوات فيها فتحات في الجمجمة معمولة بدقة جراحية مذهلة. والأنيل من كده إن المومياء دي لما فحصوها لقوا إن العظم التأم مكان الفتحة، وده معناه إن المريض عاش بعد العملية سنين. إزاي عملوا إراحة مخ من غير بنج حديث؟ وإزاي منعوا التلوث والالتهاب؟ الإجابة بترجع تاني للنانو والمضادات الحيوية الطبيعية اللي كانوا بيستخلصوها من النباتات. ده حتى الأطراف الصناعية، لقينا صابع رجل مصنوع من الخشب والجلد وراكب في مومياء، ومعمول بطريقة بتخليه يتحرك مع حركة الرجل عشان المريض يقدر يمشي طبيعي. دي أول طرف صناعي تفاعلي في التاريخ. الفراعنة ما كانوش بيداووا الجروح وبس، دول كانوا بيصلحوا الجسم البشري بهندسة طبية تسبق زمنهم بآلاف السنين. كل العلم ده، الكهرباء والمناشير والنانو والطب، هل دي مجرد صدفة؟ ولا الحقيقة ليها أصل وتفسير في الكتب السماوية والمخطوطات اللي ضاعت؟ عشان كده حضروا قهوة واستعدوا للفصل السادس والتمكين اللي ذكروا القرآن الكريم والسر اللي العلم بيخاف منه. وصلنا للنقطة اللي بتربط كل الخيوط ببعضها. هل القرآن الكريم ذكر القوة دي؟ الإجابة أيوة، وبكل وضوح. ربنا بيقول في سورة غافر: بسم الله الرحمن الرحيم: كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. كلمة أشد قوة وآثارا دي مش جاية من فراغ. ربنا بيأكد لنا إن الناس دي ما كانتش بدائية، دول كانوا متمكنين في الأرض أكتر مننا. وقصة الذي عنده علم من الكتاب، في قصة سيدنا سليمان لما العرش اتنقل من اليمن للقدس في لمح البصر، ده حصل بالعلم. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. العلم ده كان مكتوب في كتب ومخطوطات. الفراعنة
كانوا من الناس اللي وصل لهم جزء من العلم ده، علم التحكم في المادة والجاذبية والترددات. طب وذو القرنين وهندسة المعادن؟ ذو القرنين لما بنى السد استخدم الحديد وصب عليه قطرا، أي النحاس المصهور. ده في علم المعادن اسمه اللويز أو السبائك. عشان يعمل كده محتاج تكنولوجيا صهر ودرجات حرارة مهولة. يعني التمكين التكنولوجي كان صفة للأمم القوية اللي سبقتنا، والقرآن بيحذرنا إننا مغرورين بعلمنا وإن اللي قبلنا كانوا أمكن مننا بكتير. بس لو العلم ده كان موجود، ليه مش بين إيدينا النهاردة؟ وليه مفيش كتب بتحكي عنه بالتفصيل؟ الإجابة في الفصل الأخير، سر نيكولا تسلا والمخطوطات الضائعة. طب ليه بنأكد إن التاريخ متزور؟ وليه الأسرار دي مستخبية؟ الحكاية بدأت من حريق مكتبة الإسكندرية. المكتبة دي كان فيها كتالوجات العلم القديم كله. لما اتحرقت، البشرية خسرت ذاكرتها ورجعت لنقطة الصفر. لكن في مخطوطات هربت ووصلت لناس معينة. نيكولا تسلا كان واحد من الناس دي. تسلا ما كانش مخترع عادي، ده كان بيفهم لغة الأهرامات. لما تسلا بنى برجه عشان يوزع كهرباء مجانية، الشركات الكبيرة قفلت معمله وحرقوا أبحاثه. ليه؟ عشان الكهرباء لو بقت مجانية زي ما كانت عند الفراعنة، مفيش حد هيعرف يبيع ويشتري فينا. الحقيقة إن العلم اللي احنا فيه ده مقيد ومحكوم بمصالح، لكن الحقيقة لسه محفورة في صخر الجيزة ومستنية اللي يدور بجد ويفهم إننا مش لوحدنا في قمة التطور. احنا مجرد جيل بيحاول يستعيد مجد ضاع منه. احنا النهاردة مش بنقول إن الفراعنة كانوا فضائيين، احنا بنقول إنهم كانوا بشر مختلفين عرفوا يقروا قوانين الكون صح. بين لمبة دندرة ومفاعل الهرب الأكبر والذكاء تسلا في رسالة واحدة، إن الحقيقة دايماً قدام عينينا، بس محتاجين بصر وبصيرة. مستني رأيكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو وتفاصيل القصة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل قصصنا الجاية. أشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. سلام.